مساء الخير، يا رب تكون بخير. شيك او قهوتك واشرب ميه عشان صحتك، عشان النهارده جاي اقول لك ايه اللي حصل في اول اسبوع من الدوري المصري. مهدي. الدوري بدأ بمباراة بين بيراميدز ووادي دجلة. ماتش بدأ عادي، ما كانش في حد مسيطر اكتر من التاني لحد ما في الدقيقة 17 طرد لوليد الكارتي. الماتش من بعد كده بقى سيطرة من وادي دجلة، وزي ما انا قلت لكم وادي دجلة هيبقى الحصان الاسود بتاع الدوري الموسم ده. وادي دجلة خطير جدا في رميات التماس وفي الضغط وفي الانسجام بين اللعيبة. ولو تلاحظ هو الفريق الوحيد اللي ما عملش صفقات كتير من الدرجة الثانية، يعني هو طلع بنفس السكواد. وانا قلت هيبقى الحصان الاسود لان انا متابعهم من ايام الدرجة الثانية، حتى بعد ما طلعت الطرد برضه وادي دجله فضل مسيطر. وبيراميدز بصراحه اداؤه ضعيف. بيراميدز دايما في اول جوله بيبقى كده من ساعه ما بقى تم انشائه، يعني حتى لو تفتكر السنه اللي فاتت كان اتعادل مع بتروجيت 2 وكان بتروجيت لسه فريق صاعد. سيبك من الماتش ده خلص تعادل سلبي وما فيهوش اي متعه. نروح لماتش الزمالك وسيراميكا. سيراميكا بدات بدايه قويه جدا، ضغط بطول الملعب وضغط متقدم، لكن الزمالك بجد كان كويس قوي في حته الخروج من الكوره. كانت احلى حاجه بصراحه في الشوط الاول هو الجماهير بتاعه الزمالك وارضيه الملعب. بصراحه ملعب هيئه قناه السويس حاجه تحفه فنيه. وعبد الله السعيد عكس ما انا كنت متوقع كان مقدم اداء قوي جدا. ولا يا جدعان، عبد الله السعيد اسطوره فعلا. يعني انا فعلا قلت في فيديوهين قبل كده ان لازم الزمالك يمشيه او ما يجددوش عقده، وان انا ما اعرفش ليه الزمالك جدد له عقده. بس لا، عبد الله السعيد مفيد جدا فنيا بجد. عبد الله السعيد ايا كان عمره بس هو لسه ما زال عنده عطاء. لحد ما في الشوط الثاني عدي الدباغ بينزل، وعدي الدباغ يعدي ويعمل صراع عالمي لناصر ماهر ويجيب بيها الجون الاول للزمالك. سيراميكا حاولت تتعادل لحد جول من محمد شحاته من نص الملعب، حاجه عالميه، حاجه جول حلو قوي بجد، ويخلص بفوز الزمالك على سيراميكا 2-0. وعندي تعقيب بسيط ورساله للكابتن علي ماهر: ما ينفعش رجب نبيل وحسين السيد وسعد سمير مع بعض في نفس خط الدفاع. ازاي الثلاثه عواجيز؟ الثلاثه البدني بتاعهم هيقع طبيعي. انت الزمالك بسبب الجون الاول ان ناصر ماهر حركته سريعه فقدر يعدي ويشوط، ودفاع سيراميكا اصلا ما كانش قادر يتحرك او ما كانش قادر يستوعب الحركه السريعه. وكل ده بسبب طبعا عامل الذهني والبدني. فطبعا انت عارف ان العمل البدني بيأثر على الذهني، والزمالك محتاج فعلا الصفقات تشارك. الزمالك لو الصفقات كلها شاركت هيبقى شكل تاني بصراحه. نروح لماتش المصري والاتحاد. اللي قبل اي حاجه، ازاي ماتش زي ده ملوش استوديو تحليلي؟ يعني انت بجد انت حاجه مقززه. انت اول اسبوع ديربي بحر متوسط، فرقتين عريقين جدا من زمان، المصري والاتحاد السكندري، ازاي ما يكونش له استوديو تحليلي؟ وازاي يتصور بالجوده الرديئه دي؟ شويه بكاميرا بروفيشنال، شويه بكاميرا التليفون، حاجه يعني قمه في العك. بصراحه ضيعت متعه الماتش. في البدايه الماتش كان فيه تلويش شويه وعشوائيه في الاداء، لكن المصري بدأ يسيطر وبيلعب كرة حلوة قوي، انسجام بين اللعيبة، سلم واستلم بشكل ممتاز، الخطوط متقاربة، ضغط عالي كويس. ونتيجة لده دغموم يجيب الجول الأول بجملة بصراحة عالمية من بدايتها بصراحة جول جامد قوي. وفي كرة بعد ما الجول الأول للمصري جه الدفاع بيرجع لجنش، جنش سرح وكانت هتبقى جول تاني للمصري وكان هيقتل الماتش، لكن جنش لحق نفسه وشالها من على الخط. الشوط الثاني بيبدا ومحمود حمدي حارس المصري بيتصاب، فنبيل الكوكي بينزل عصام ثروت، فكورنر للاتحاد وعصام ثروت بيكافئ نبيل الكوكي والاتحاد يجيب التعادل. لكن حابب اقول شابوه كابتن احمد سامي في حوار الكورنرات ده، بجد الطريقه دي جامده قوي بجد. لكن ما اعتقدش ان في ماتشات هيسمحوا لك ان انت تعمل الكورنر ده ويتحسب عليك فاول. الشوط الثاني الاتحاد بدا يمسك كوره شويه لحد ما منذر طمين يجيب الجول الثاني بعرضيه حلوه قوي من مخلوف، لكن الحكم لغاها بقرار غريب قوي باوفسايد على صلاح محسن. لو بصيت للكوره هتلاقي ان صلاح محسن الكوره كانت عاقله منه وما كانتش جنبه دفاع ولا حاجه بالرؤيه على جنش. لكن بعد ما الجول اتلغى بالظبط بدقيقه دغموم بجول جامد قوي، دي اقل حاجه تتقال عليه. يعني بجد على طريقه ميسي دغموم 1 2 مع منذر طمين ووش رجله الخارجي، جون جميل قوي بجد. بعدها كابتن نبيل الكوكي نزل حسين فيصل، فحسين فيصل حب يكافئه اول مره وعمل فاول قدام منطقه الجزاء، خد انذار عليه، لكن كريم الديب شاطها بره. بعدها بكام دقيقه يا حسين فيصل راح بهجمه للمصري، راح مطرود، ضرب بالتوني وخد انذار تاني واتطرد، فكافئ نبيل الكوكي بصراحه يعني. وضغط من الاتحاد لكن بعشوائيه بصراحه لحد ما عمر الساعي يجيب جول عالمي. المصري بيعمل سمسميه يا جدعان، مش كوره المصري لعب سمسميه في الماتش ده، 3 اجوال احلى من بعض. وبصراحه يعني الاتحاد عمل ماتش جامد قوي، هو ناقصه بس الانسجام.
يعني اللعيبه كويسه جدا. مش كان الكابتن احمد سامي شارك لعيبه كتير قوي بالصفقات الجديده، فبقى زي ما تقول ما كانش في انسجام قوي، لكن اللعيبه كويسه جدا بصراحه. 3-3 بوكس يمين، ايه ده؟ بوكس شمال، يا نهار ابيض، وقع تامر على الارض. هي دي التحيه. نروح لماتش سموحه وطلائع الجيش. سموحه كانت مسيطره في الاول وبتضيع كتير جدا لحد ما الاسطوره بابا بادجي يجيب الجول الاول، لكن اتلغى بده لان هو اوفسايد. بعدها بابا بادجي بيجيب جول من هيد حلو قوي، بتخبط في العارضه وبتقف على خط المرمى. مش عارف حكام الفار دول شاربين ايه ان هم يعني حسبوا جول زي ده. جول زي ده ما هي الكره من كل الزوايا هي ما عدتش الخط. انا مش عارف ازاي حسبوها بصراحه. وبابا بادجي يعني اتحسب له الجول بعد ما ضيع 20 جول زيه. وطلائع الجيش اتعادلت قبل نهايه الشوط الاول، لكن اتلغى عشان الجول اوف سايد. الشوط الثاني بيبدا وطلائع الجيش بيحاول يتعادل، وفعلا بيتعادل عن طريق الاردني غيث مدحت بجول حلو قوي من بره ال 18. اخر الماتش خالص سموحه كانت هتجيب جول حلو قوي، لكن الكره للاسف بتيجي في العارضه ويخلص الماتش بالتعادل الايجابي 1-1. نروح لماتش زد والمقاولين. وفي اول ربع ساعه مدافع المقاولين قلنا الجول واتحسب ضربه جزاء لزد. علي جمال لالا بيحط الجول الاول، بس انا بصراحه انا قلت انه هيضيعها، يعني بجد ما شاء الله عليه برود اعصاب، وبس هو حطها حلو قوي بصراحه. يعني حط في اخر الشوط الاول كورنر للمقاولين واحمد عاطف بيعمل اسيست ويتعادل المقاولين، لكن الجول بيتلغى بانه اوف سايد. اوف سايد ازاي؟ انا مش عارف. زي الجول بتاع المصري برضو بجد التحكيم في اخطاء غريبه، يعني اخطاء اثرت على نتائج ماتشات او كانت هتاثر كمان. فبجد انا مش عارف الجول ده اتلغى ليه. يعني انا لحد دلوقتي مش مستوعب. يعني حتى لو اتلغى فانت دي كوره، دي بنالتي، بس الحكم ما حسبش اي حاجه. والشوط الثاني بيبدا وزد بتكمل سيطره لحد ما يجيب الجول الثاني عن طريق احمد عاطف. وحابب بس اعقب، ربنا يسامح اللي بيسمي اللعيبه ميسي، اقسم بالله العظيم بجد. يعني المقاولين بدأت تضغط بعد الجول الثاني عشان خاطر تعوض الفارق، لكن الماتش بيخلص 2-0. نروح لماتش الاسماعيلي وبتروجيت. شرط الاسماعيلي بصراحه حلو قوي، عجبني. سيطره كامله من بتروجيت، وده اللي احنا متوقعينه، لان الاسماعيلي حرفيا ما عملش اي صفقه وبيلعب بتشكيل اغلبه من ناشئين. وفاول حلو قوي من مصطفى الجمل لكن بتيجي في العارضه. ومحمد خطاري بجد يا جماعه لعيب حلو قوي بجد. يعني هو الاسماعيلي فك له القيد ومعاه وجاله لعيبه قويه عندها خبره، هيفرق معاه. او لو راح فريق تاني يعني هيعمل اداء حلو. الشوط التاني بيبدا وطرد محمد عمار بصراحه غريب قوي، انا مش شايف فيها اي انذار بصراحه ولا شايف فيها فاول يعني. وعبد الله جمال حارس الاسماعيلي بصراحه عمل ماتش حلو قوي وعجبني ما شاء الله يعني. وكابتن مروان حمدي في طرق كتير جدا تجيب بيها جوال غير الار 2. انت بجد انت من ساعه الجون اللي انت جبته من نص الملعب اللي انت جبته صدفه، انت كل مره بتعملها وما بتجيش. يعني اتمنى تغير يعني. ويخلص الماتش بالتعادل السلبي. نروح لماتش الاهلي ومودرن سبورت. الشوط الاول سيطره كامله للاهلي وبس من غير خطوره حقيقيه. في الدقيقه 50 زيزو لعب كورنر حلو قوي واحمد رضا يجيب الجون الاول بهيد جامد بصراحه. بعدها ب 10 دقائق ادم راجم عمل ثرو حلو قوي لحسام حسن يجيب بيه جول التعادل لمودرن. وبعد 10 دقايق علي الفيل بيجيب جول حلو قوي 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 بالهيد، لكن بعدها ب4 دقايق المتألق ياسين مرعي يجيب التعادل، ومحمد علي بن رمضان يحط هيد بعدها من عرضية حلوة قوي من زيزو برضو لكن بتيجي في العارضة. والماتش بيخلص بالتعادل الايجابي 2-2. وانا اسف جدا يا انكل زيزو ان انا قلت ان انت حاسك مش مرتاح ومتأقلم، يعني والله زي ما انا اللي مش مرتاح. واخر يوم في الاسبوع الجميل دوت كان ماتش بين كهرباء الاسماعيليه والجونه. محمد شيكا مهاجم كهرباء اسماعيليه جاب كرة في العارضه، وكهرباء اسماعيليه فضلت مسيطره على الماتش بصراحه قدام الجونه، وده طبيعي. يعني هي الجونه من ساعه ما بدات هي ما بتعملش حاجه غير ان هي تدافع وتلعب على المرتدات. وعلى فكره احمد جمال لعيب الجونه هيبقى لعيب كويس قوي، يعني انا شايف فيه خامه كويسه، بس هو محتاج مشاركه اكتر وثقه. الشوط اول خلص سلبي. الشوط الثاني شيكا ضيع جول غريب قوي، يعني هو جول بنسبه 100%، لكن هو شتتها كانه ولا احسن سنتر باك والله العظيم، يعني بيشتت احسن من محمد هاني. رمي التماس من الجونه من اليو جاتا لعبها واتسندت بالراس، وصابر الشيمي يجيب الجول الاول للجونه. والماتش بيخلص 1-0 والجونه بتكسب 1-0 في ماتش كان بصراحه هربان من الدرجه الثانيه. رمي التماس، شتا يحاول، شتا في عز الصيف. نروح لماتش المحله والبنك الاهلي. ماتش صديق الامس ومنافس اليوم، عمرو الجزار وبن شرقي وجريندو. ماتش يعني احسن حاجه في ان هو خلص. وكان في ماتش بين انبي وفاركو خلص 0-0 برضه، كانش فيه اي حاجه مميزه. بصراحه اسبوع اول احسن حاجه في ان هو خلص. معظم الفرق بتلعب على التعادل السلبي.
معظم الفرق بتضيع وقت. طب انا مش فاهم، يعني احنا في الاسبوع الاول، يعني امال بعد كده هتعملوا ايه؟ فبجد انا بعلن كوري لانديه الشركات. انديه الشركات دي اللي هم سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت والبنك الاهلي. يعني زمان يعني مثلا كانت الفرق الشركات كانت ايه؟ المقاولون العرب، انبي، بتروجيت، والفرق دي طلعت لعيبه لعبت في اهلي وزمالك ومنتخبات، فاهم؟ انما حاليا مودرن سبورت وسيراميكا. انا قلت تشكيله الاسبوع بصراحه، وبصراحه انا اصلا تشكيله الاسبوع دي قعدت فيها فتره لان انا مش عارف بجد اختار مين. يعني في لعيبه عملت ماتشات حلوه بس اغلب يعني قليلين قوي. فنبدا بحراسه المرمى احمد مسعود، بصراحه عمل ماتش حلو. الباك اليمين علي فوزي، السرد باكين ياسين مرعي وعلي الفيل، الباك الشمال محمود بن تايج، في نص الملعب محمد شحاته ومحمد بن رمضان ورشاد عرفاوي. بصراحه اللعيب ده تابعوه هيبقى لعيب جامد. في الهجوم الوينج اليمين انكل زيزو، الوينج الشمال دغموم. سترايكر بصراحه انا يعني مش عايز، يعني ما كنتش لاقي يعني لعيب عمل ماتش حلو، بس انا اختار حسام حسن عشان جاب جول مع انه اغلب الماتش ما عملش حاجه قويه يعني. وجول الاسبوع بصراحه انا بحتار يعني بين جول عمر الساعي وجول محمد شحاته، فانا هسيبكم انتوا في الكومنتات تختاروا انهي جول احلى. انا بس في الاخر يعني حابب اقول جملتين كده، ملاش لازمه ان انت تخوض في اعراض حد، ملاش لازمه ان انت تشتم حد سواء عشان كوره او غيره. يعني انت مش هتستفاد حاجه غير ان انت هتاخد سيئات، والكلام ده مش على جمهور الزمالك بس اللي هو عمله، لان ده غلط كبير جدا من اللي هم عملوه. يعني دي قله ادب وقله تربيه وقله دين وكل اللي انت عايز تقوله. يعني انت ايه اللي يخليك تجيب في سيره اهل لعيب كوره؟ فكره مش لجمهور الزمالك بس، يعني جمهور الاهلي لما كان بيشتم شيكابالا ده فعل مش حلو. جمهور الاهلي لما بيشتم بورسعيد واهلها دي حاجه مش حلوه. ان انت بتاخد ذنب كل واحد في بورسعيد سواء له في الكوره او ملوش في الكوره، سواء هم اصلا عملوا المشكله اللي كانت حصلت دي او لا، فهم ماله. يعني الناس اللي موجوده حاليا مالهاش ذنب في بس كده. كده الفيديو يكون خلص، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير مع اصحابك بقى لو الفيديو عجبك، فاهم؟ وصيطني كده بالحب. ولو حابب نتكلم او نتناقش، لينك الانستجرام بتاعي في الديسكريبشن، ممكن نتكلم معايا عادي، انا مش متكبر. فبس كده، لو الملخص ده عجبكم ان شاء الله هعمل ملخصات تانية، بس عرفوني في الكومنتات برضو ان دعمكم بيفرق معايا واعرف انتوا حابين الموضوع ده ولا لا. وبس كده، يا رب دايما تكونوا بخير. السلام عليكم.